مالك يا جميل؟ هتفضل كده قاعد في اوضتك ويوم ما تنزل لوحدك ومفيش شغلانه واحده بتعمر فيها؟ يا جميل لازم تنسى وتعيش حياتك. اللي حصل حصل وخلاص. عمرك ما هتحس باللي انا حاسس بيه يا سليم، عمرك، لانك ما شفتش نظرات الناس دي عامله ازاي، ولا بصيتك في المرايه كل يوم وانت زعلان ونفسك تشوف صورتك على حقيقتها وتفوق من الكابوس ده. يوم ما تحس بده يبقى تعالى كلمني. هو في ايه؟ معرفش عندك تكون اساليه. مش محتاجه، احنا عارفين اللي فيه. انت تقصدي يعني عشان حالتها وشكلها ده سبب تعبها، وكمان عشان موضوع العرسان مش بيكمل للاخر. الحل انها ترتب اي حد. اختك قمر متعلمه معاها شهاده، فمش هتضحي بكل ده وتقبل بحد جاهل. مش احسن ان تفضل كده محدش باصص لها؟ بس اللي اسمه قمر. على رايك يعني. الو. ايوه يا طارق. الو يا قمر، برد عشان تردي. معلش كنت بعمل حاجه. بتعملي ايه بقى؟ قولي لي. انت عايز ايه؟ بتتصل ليه؟ ده سؤال عشان وحشاني طبعا. بقول لك ايه، هو انا ما ينفعش اشوفك خالص، نتكلم فيديو حتى. ايه؟ لا 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 لا، ما ينفعش ما ينفعش. طب خلاص، ايه رايك نتقابل؟ ايه؟ نتقابل؟ لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. ليه بس؟ انا معجب بيك والله ونفسي اشوفك. مش يمكن لما تشوفني ترجع في كلامك؟ لا بلاش، خلينا نتكلم هنا وخلاص. واخرة الكلام ايه؟ ما احنا لازم نشوف ناويين على ايه. ايه رايك طيب نتقابل؟ اعتبريها يا ست مقابلة تعارف. ها حلوه الصيغه ديت؟ ماشي خلاص. نتقابل امتى؟ دلوقتي هبعت لك لوكيشن للمكان اللي انا قاعد فيه، تجيني. اتفقنا؟ اتفقنا. ايه بس يا جميل، انا مش عايز تشوفنا، اجي لك هناك لغايه عندك يا عم. يا جميل كبرت علينا يا سيدي، فبدينا جينا لحد عندك. اهلا بيكم يا شباب، منورين. ما تزعلوش مني، انتوا اكيد مقدرين وعارفين ايه اللي حصل. يا عم انت لا اول ولا اخر واحد يحصل له كده، ان شاء الله مشكله وهتعدي بامر الله. وبعدين احنا ليه داخلين باللي حصل؟ احنا اصحابك يا ولد، ده لا انتيم ولا ايه؟ وبعدين مين لما يكون عنده مشكله كان بيرجع لاول واحد اللي هو انا ويحلها لك قبل اخوك الكبير ما يعرف. كنت اقول لك تقول له ايه من خوفي عليك منه. ايوه فاكر لما اخوك كان هيقفشه بالسيجاره وراح مديهالي في ايدي وانا ما بشربش سجاير. بس انت وهو ما شافهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتقاسموا. وطي صوتك يا عم هتفضحنا. ايوه بقى قول يا ميس، قصدي يا جميل، فك بقى كده يا ابني ورجع لنا زي الاول. يا ريت تقدروا اللي انا فيه. انا تعبان، ما بقاش عندي اي طاقه ان انا اكمل او اواجه. ايه يا عم انت خارج من فيلم دراما ابيض واسود، مالك مسوده علينا كده ليه؟ احمد ربنا انها جت على قد كده. احنا طول عمرنا جنبك وفي ظهرك، طول عمرنا اصحاب واخوات. ربنا لا يحرمني منكم. اللهم امين. انت طارق بتاع الفيسبوك صح؟ يا حضرتك قمر. انا قمر يا طارق، احنا في بينا ميعاد، نسيتني؟ بس انا سودة. قمر ازاي؟ ايوه انا قمر يا طارق، ازيك؟ مالك؟ اصل مش باين عليك يا قمر خالص بصراحه. معلش يا اختي، انا عندي معاك مهم جدا. عايزينك انا واشوفك تاني. ما تكملش يا طارق، خليك يا طارق، انا اللي همشي. وانا اسفه ان انا ما كنتش صريحه معاك وفهمتك حقيقه شكلي من الاول. قمر انا مش قصدي، انا بس. ما تكملش، انا فاهمه. ذنبي ايه؟ اني عايش ولا كل يوم ببص في مرايتي واعيط. ذنبي ايه؟ ان كل الناس تشوفني مشوه، ولا يعرفوا ايه اللي حصل لي ولا ايه اللي جرالي. ولا ازاي حصل، ما يعرفوش ولا يفهموا غير اللي شايفينه بعينيهم. ما يعرفوش ازاي بعاني في كل مكان بروحه. لو كنت شفت اللي حصل
لو تقدروا تحسوا باللي فيا من الوجع ما كانتش عينكم تبصلي نظرة قرف أو كبرياء. كل اللي فارق بيني وبينكم ربنا اداني ابتلاء وقال لي اصبر، وانا صابر وراضي. بحكمتك، بس البشر تعبوني، لا انا عارفه اعيش ولا اشتغل. نظراتهم ليا دايما بحس فيها بوجع. لو يوم نحس ببعضنا كان كل شيء هيختلف. كنت هعيش بينكم وسطيكم طبيعي مش مختلف. انا صوره وحشه عايشه وسط المجتمع، محدش عايز يشوفها. انا حالة خاصة، لا العيون تقبل تشوفني ولا حتى كلامي بيتسمع. أنا جميل بس قبل الحادثة. وانا عمر بس قبل الحريق. نصيبي خلاني أعاني من جرح في وشي، مش بإيدي. ذنبي ايه اني اعيش حياتي بعاني بسبب حاجة ماليش يد فيها؟ ليه المجتمع يبص للشخص المصاب بجرح أو بحرق في وشه أكنه منبوذ أو محكوم عليه بالبعد؟ مطلوب منه يداري وشه كل يوم حتى من اقرب الناس ليه. يا ريت قبل ما تحكموا على شكلي اعرفوا الأول اللي حصل لي. اتأكدوا انه مش ذنبي ولا بايدي. عايش قصادكم بنص وش. عايش قصادكم ونص وش. نص صورة. نص صوره. نص صورة. نص الصورة.